السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين. كنشكركم بزاف على المشاهدة ديالكم ومرحبا بكم في قناتكم المتواضعة احكي لي مع محمد. نتمنى أن هذه القصص اللي كنحكي لكم تنال الإعجاب ديالكم وكلها قصص واقعية ومنها نتعلم، ودائما من الأخطاء الآخرين نتعلم، والقصص كلها فيها فائدة وفيها عبر. القصة ديال اليوم قصة الأخ سعيد وفاطمة الزهراء. كيفاش تتزوجوا تلاقاو سعيد ملي الاخ سعيد سال الدراسه ديالو، وملي تزوجوا شنو هي المعاناه اللي دوزوا، ومن بعد المعاناه ديال الزواج كيفاش تكتب لهم هاجروا الديار الاوروبيه، وملي هاجروا وشكون اللي الساقر في الديار الاوروبيه وشكون اللي ما حلفوش الحظ باش يبقى تمام الساقر في الديار الاسبانيه. هذه القصه هي قصه واقعيه وقصه فيها واحد الحزن في اخر القصه. تابعوا معنا هذه القصه ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم، ونبداو على بركه الله. غادي نبداو القصه بالاخ سعيد وفاطمه الزهراء. اولا كنبداو القصه بالاخ سعيد. عنده اب والام ديالو وواحد الاخ الكبير ديالو. كانوا هما فلاحين، اسره فلاحيه كتناول النشاط الفلاحي. وملي كانوا كيخدموا الفلاحه كانوا ماشيين ما عندهمش وما خصهمش بين وبين. واحد النهار الوالده ديالو قالت له الاخ ديال سعيد الكبير، قالت له علاش ما تهاجرش؟ قالت له الناس كامله كيجيو في الصيف بالسيارات ديالهم وكيجيو مدبرين على راسهم، وانت علاش ما تهاجرش؟ شنو ناقصك؟ قال لها الوليده انا راه الهجره خصك الفلوس، انا راني ما عنديش الفلوس، راك عارفه الفلوس دي ما عندناش، لو كان عندنا الفلوس باش غادي نحرق حتى انا غادي نحرق. قالت له انا الدبالج اللي دارهم لي الوليد ديالك في العرس ديال الذهب غادي نبيعهم ونعطيهم لك وتوكل على الله بهم باش تبدل حياتك، ونتمنى من الله حتى حنا تبدل الحياه ديالنا معاك. قال له ان شاء الله. مشاو لعند مول الذهب، باعوا داك جوج ديال الدمارج ديال الذهب اللي باعوهم. جاب واحد المبلغ اللي هو مزيان، تفاهم مع واحد الحراق، تيسرات له الامور، حرق مباشره لاسبانيا، من اسبانيا وكيحرق عاود للطاليان. حرق للطاليان، بقى خدام تما في الفلاحه معاه، هو ولد الفلاحه ولد الباديه، خدام في الفلاحه مزيان بخير وعلى خير، كيرسل الوالدين ديالو دائما، ضرب العام الاول العام الثاني العام الثالث. الاخ سعيد مازال كيقرا، مازال كيتابع الدراسه ديالو، كيقرا ماشي في القرايه ديالو مزيان. ضرب العام الثالث، دار الوراق الاخ ديالو الكبير، رجع للمغرب. الام ديالو كما جا في الصيف قالت له نزوجك، دابا جيتي بالوراق ديالك ولله الحمد وما خصنا حتى شي خير، والفلوس اللي كنتي كتصيفط لشرينا البلادات، عندنا البقر، عندنا الغنم، عندنا الخير موجود، الماشيه، الدار مزيانه ديالنا، عندنا فين نسكنوا، من الخير ما خصنا حتى شي حاجه ولله الحمد. دابا علاش لا ما تزوجش ابني ونشوف ولادك؟ قال لها مرحبا الوالده، اللي فكرتي فيها وجاتك مناسبه نديرها. قالت له شفت واحد البنت هنايا من عندنا من الدوار، مشاو شافوها تفاهموا، المهم طلبوا اليد ديالها من عند الاب ديالها والام ديالها، زوجهم على سنه الله ورسوله، تزوج، دار العرس ديالو، دوز داك الشهر في البلاد، طلع بحالو للطاليان. طلع بحالو في الطاليان، بقات الزوجه في الدار. الاخ سعيد مازال كيقرا، بدا كيقرا، سير لايام وجيا ايام، سنين ضرب السنه الاولى والسنه الثانيه والسنه الثالثه، وصل لواحد النيفو في الدراسه ما قدرش يكمل، سقط. ملي سقط خرج من الدراسه بدا كيعاون الوالدين ديالو في الفلاحه. رانا الزوجه ديال الاخ ديالو كانت ولدات عندها واحد البنت وساكنه معاهم في نفس الدار. هو مازال ما خرج من الدراسه ديالو، باقي ما مزوجش، خدام في الفلاحه، ما خصهم حتى شي خير، مزيانين مع بعضياتهم، كلشي مزيان، كلشي في امان الله وحفظه. واحد النهار واحد السيده تما في الدوار مزوجه عندهم، كتجي عندها الام ديالها واختها من المدينه، وداك الدار قريبه للدار ديال الاخ سعيد والام ديالو والاب ديالو. قالت له الام ديالو ولدي راني شفت هنا واحد البنت كتجي عند اختها من المدينه وعجباتني داك البنت، علاش لا ما تزوجش بها حتى انت ونشوفوك دير الدار ديالك وتجمع راسك ودير الزوجه ديالك ونشوفوا لك ولادك كيما الاخ ديالك تزوج. قال لها الوليد انا ما كنفكرش دابا حاليا في الزواج، خايله تزوج راه كاين في الطاليان، راه غير في المغرب ما. قالت له انايا ما خصك حتى شي خير، حنا الحمد لله الخير موجود والفلاحه موجوده والبقر موجود، وراه تقابل معنا غير هاد الفلاحه، ما خصك حتى شي خير. وقال لها الوليد انا الشيء انا جاني بشكل الله اعلم، هاد الزواج هذا انا ما بانليش فيه. واحد النهار وهي عيطات لذاك المراه، داك المراه ملي جات عند الابنه ديالها اللي مزوجه تما، عيطات لها هي وبنتها، جات ضيفاتهم للدار. جات دخلت ضيفاتهم كرماتهم، عيطات الابن ديالها سعيد، دخل شاف هذاك البنت، قالت له هذه هي البنت اللي هضرت لك عليها، الا بغيتي تزوج بها على سنه الله ورسوله نطلبوها من الام ديالها دابا. قال لها الوليد اللي درتي هو هذاك، هضروا مع داك البنت، قالت لهم انا اللي دارت الوالده ديالي هي هذيك.
ما هي حاشمه اذن باغا تزوج. ملي هضرات الام ديال سعيد مع يماها ديال داك الدري ديال ديك البنت، قالت لها انا نزوجو على سنه الله ورسوله، الله جبت تيسير، ولكن تنمشي للدار ديالي نشاور مع الزوج ديالي ونتمنى من الله خير. قالت لها واخا. مشات رجعت فحالها للمدينه، شاورات مع الزوج ديالها، قالت لها الناس راه ديك الناس داك الجيران ديال البنت ديالنا اللي كاينين في البلاد راه باغي يطلبوا اليد ديال بنتنا، وراه حنا كنا عندهم في الدار، ودابا واش كتقبل واش قابل ولا لا؟ قال لهم راه داك الناس مزيانين كيبانوا لي وما خصهم حتى شي خير، الله يجيب لها التيسير معاه. داك الدري الا كان قالوا له راه الدري قاري والدري ظريف والله يعمرها دار وما خصهم حتى شي خير. قال لها نزوجوه. ملي تزوجوا داروا العرس، جاو خطبوا، تيسرات الامور، داروا العرس، جابها للدار. ملي جابها للدار بدات واحد المعامله اللي هي في شكل من الام ديال سعيد مع فاطمه الزهراء. شنو كدير؟ 6 الصباح كتنيضها، تنوض شطب داك الغبار من الكوري، حلب داك البقار، طلق لهادي دير هادي، المهم داك الشقه دائما الشقه والنياض بكري. هاد المعامله اللي كيشوف سعيد كيشوف المراه ديال خاه ما كتعاملش معها الوالده ديالو بنفس الطريقه، والمعامله ديال الزوجه ديالو كتعامل معها طريقه ديال الخادمه. عي صبر صبر صبر، العام الاول، العام الثاني، العام الثالث هنا غتوقع مشاكل. واحد النهار سعيد الاخ سعيد كان مربي شي حاجه ديال الدجاج الرومي. الدجاج الروميين ملي كتربيهم في الدار داك الفرارج ديالهم كيرجعوا فرارج تقريبا بحال الكروازيين بحال البلديين. واحد 3 هزهم داهم هو الوليد ديالو، مشاو للسوق يتسوقوا، باع داك 3 الفرارج، جاب واحد البركه ديال الفلوس شرا بها شي حوايج للزوجه ديالو. ملي جا للدار جاب داك الحوايج، قالت له الام ديالو ديال من هاد الحوايج؟ قال لها الحوايج شريتهم انا للمراه ديالي، بعت شي فرارج هنايا ديال اللي كنت مربي في الدار وجبت لها هاد الحوايج هادو هاد الكسوه، ماشي شي حاجه اللي هي كبيره، هاد الحوايج عاديين وصافي الوالده. هي قالت له علاش ما تجيبليش حتى انا الحوايج ديالي؟ حتى انا وكان جبتي لك كسوه اللي كيما جبتي للمراه ديالك. وفي هاد اللقطه هادي راه عندها الحق، ولكن هو ما دار فيها والو. قال هاد الفلوس اللي جاوني قلالين مع هاد الفرارج اللي بعت ب3، انا جبت هذيك الكسوه للمراه ديالي ما فيها حتى شي باس. الام ديالو هزات كونطرير مع المراه ديالو، رجعات كتضغط عليها، وصلت بها الجرأه حتى كتسبها. واحد النهار كتضربها، ضربات المراه ديال فاطمه الزهراء، المراه ديال الاخ سعيد ديال الابن ديالها. ملي ضرباتها هربات فحالها، هزات الحوايج ديالها في واحد الصاك ومشات فحالها غضبانه عند الام ديالها والاب ديالها. شوف شنو غيوقع دابا. نحلوا واحد القوس بالنسبه للعيالات، النساء اللي مازالين صحاح ومزيانين شادين في راسهم، كتزوجوا الابن ديالكم، ديروا له 2 اختيارات. قديتوا تعاملوا مع داك البنت اللي تزوج بها الابن ديالكم بما يرضي الله، وحسبوها بحال البنت ديالكم، وكما كتحسبوا بنتكم تكون مزيانه وكتبغيوها تكون مزيانه في الدار ديالها مع الزوج ديالها ومع الاهل ديال الزوج ديالها، كما كتبغيو لبنتكم خصكم تبغيو لذاك الناس، لذاك البنت الناس اللي جات لعندكم للدار. وكما كتبغي ولدك يكون مزيان، الا بغيتي ولدك يكون مزيان هو يكون مع الزوجه ديالو مزيان، هي تكون تنتي مع الزوجه ديالو تكون مزيان، ما كتناقمهاش. وكذلك العكس صحيح، كاينين بعض النساء كتلقاهم العجوزات مزيانين والعريسات ما مزيانينش. علاش الانسان ملي يتزوج ويكون شويه مثلا قاد على المسؤوليه، يمشي يكري راسو في شي بلاصه، يكري راسو، او اللي يرحل لشي دار وحده اخرى من غير الدار في ساكن هو الوالده ديالو والام ديالو، يخلي الوالدين ديالو في التقار ويخليهم بلا مشاكل. شوف الواقع اللي غادي يوقع في هذه القصه، والنهايه ديالها شويه جد محزنه. مشات عند الوالده ديالها والوالد ديالها غضبانه. الاخ سعيد ما لقى ما يدير، مشى هضر مع الوالد ديالو، قال له الوالد، قال له نعم، قال له انا كنفكر نهاجر كما هاجر الاخ ديالي للطاليان، حتى انا نبني المستقبل ديالي وحتى انا ما كرهتش حتى انا نحرق. قال له ولدي انا الفلوس ما عنديش، راه الفلوس كتعرف كلشي كتصرف فيهم، الوالده ديالك هي اللي كتحكم في الدار وهي كتصرف في كلشي. دابا كاينه فكره وحده اللي نقدر نديرها معاك. قال له ما هي؟ قال له ملي غتكون الام ديالك مشات عند الوالدين ديالها تطلع عليهم على خوتها، غادي شوف انا وانت نمشيو للمدينه للفيلاج، نجيبو جزار يشوف هذا العجل اللي كبير عندنا هنا في الكوري ونتفاهموا معاه في الثمن ونبيعوه له، وشي الله يجيب لك التيسيره ولدي بداك الفلوس باش تحرك انت بحالك بحال خوك. داكشي اللي داروا. واحد النهار يماه كتمشي تطلع على الوالد ديالها وخوتها، مشاو هما الفيلاج، جابوا الجزار، شاف داك العجل، تفاهموا في الثمن، باعوه له، الله يجيب التيسير الله يجيب التيسير، عطاه داك الفلوس، كيشد الكار مباشره لمدينه الداخله. المدينه الداخله انا داك كان واحد الفتره فيها في واحد الحاله ديال الحرق اللي هي كبيره بزاف. المدينه الداخله كيحرقوا مباشره الجزر ديال الكناري. تفاهمت، ما بدا كيقلب مع الحراق، لقى واحد الحراق تفاهم معاه في الثمن، خلصوا، بدا كيعاود له.
قال له انا كنت كنقرا، وملي ما تيسراتليش في الدراسه، الوالده ديالي كاينه واحد المراه ديال الاخ ديالي في الطاليان مزوج، كتعامل معها بطريقه في شكل. انا ملي زوجاتني هي اللي قد تتزوج، حسبات لي الزوجه ديالي بحال الخادمه، كانت ما كتهلاش فيها، كانت دائما كتناقمها، واخر المطاف ضرباتها وهربات، دابا راها عند الام ديالها والاب ديالها. انا ما دابا انا والوالد ديالي بعنا واحد العجل ملي خرجت الوالده من الدار، لحقاش هي اللي كتحكم في كلش، وهادو هما الفلوس اللي كنكسب، هما هاد الفلوس ديال هاد العجل، باغي باش نحرق بهم، وإلا يسر عليا الله سبحانه عز وجل تي نرجع ندير الوراق ديالي ونرجع ندي الزوجه ديالي. داك الحراق شاف فيه، قال له ندير معاك واحد الحاجه ربما تجيك غريبه. قال له نعم. قال له شي جيب الزوجه ديالك حتى هي نحرقها معاك، ديها فابور، ما تخلصش منها، نتخلص منك انت وهي تمشي فابور، كتمشي على حسابي. قال له واش كتهضر معايا بالنيه؟ قال له كنهضر معاك. عيط في التليفون لفاطمه الزهراء، قال لها واش تقدر تجي تسكن معايا هنايا في الداخله؟ ما بغاش يقول لها الحريق، عارف غيقول لها الحريق، كتقول له لا. قالت له انا ما نقدرش نجي عندك للداخله، اجي من موراي ونهبطوا. مشى موراها حتى للمدينه ديالهم فين ساكنين، بعيده على الداخله بشي 200 كيلومتر. هزوا البليزات ديالهم، جا للداخله، الحراق دار معاهم النهار، جا داك النهار، وصل داك النهار الحريق، عيط عليهم، توكلوا على الله، خرجوا ضربوا تقريبا واحد نهار وليله. النهار الثالث قربوا دخلوا الجزر ديال الكناري، وكتشدهم البحريه ديال اسبانيا، البحريه الملكيه الاسبانيه شداتهم، دخلوهم الجزر الكناري، دوزوا 20 يوم. فاطمه الزهراء عزلوها مع شي نساء كانوا تما، خلاوهم. هذا سعيد، الاخ سعيد، رجعوه ليه كيرجعوه؟ رجعوه لمدينه العيون المغربيه. شوف شنو وقع، هو اللي كان كيفكر في الهجره، هو اللي بغى يهاجر. فاطمه الزهراء عمرها فكرت في الهجره ولا بغات تهاجر، صدقات هي هاجرات وبقات تما، وهو رجعوه. ملي رجعوه لمدينه العيون، بقى كيشوف ما يشوف اش غيدير، يرجع للدار يماه، ما غاديش تخليه بصفه نهائيه يسكن في الدار، او اللي يجلس في الدار، باش من وجهه غيرجع. ديتي العجل، بعتي داك التور والفلوس ديالو حركتي بهم، وغادي تمشي لعندها، ما يمكنلكش حتى تواجهها. عيا يفكر، رجع ركب المدينه الداخله، بدا كيخدم في واحد المارشي، كيحمل الخضره وكيبيع مع شي ناس الخضره، ورجع كيقلب على داك الحراق، لقاه. قال له شوف، انا الظروف اللي وقعت لي، الزوجه ديالي بقات تما خلاوها، انا رجعوني، دابا حاول الله يرحم لك الوالدين، كيفاش دير تعاود صيفطني باش نلتحق بالزوجه ديالي، راه بقات تما وانا راني صيفطوني. قال له واخا. كيرجع كيجمع واحد الفاياج داك الحراق، كيصيفطهم. دابا 12 ولا 13 عام، ما يقارب 12 عام، قربت 13 سنه، ما بانش الخبر ديال الاخ سعيد. الله اعلم 100% توفاو في البحر. واش كاين ثلاثه الفرضيات؟ الاولى، واش تسالى لهم ليسانس في البحر وماتوا. الفرضيه الثانيه، واش السيد اللي مكلف اللي شاد داك الزودياك ما عندوش هاد البوصله خاسره، وما عرفوا فين يعطيوها بالراس، تسالى لهم ليسانس وتهلكوا ماتوا. واش الله اعلم الفرضيه الثالثه، كانوا في البحر دايزين حتى خرج شي باطو كبير، شي طريقه كبيره، ودخلت في داك الزودياكا وماتوا كاملين بهم. الى يومنا هذا ما بانش الخبر ديال الاخ سعيد. فاطمه الزهراء صيفطوها من لاس بالماس لمدريد، من مدريد شافوها شي عائله ديالها، سمعوا الخبر ديالها تما، داوها من داك الخيريه اللي كانت فيها، وتهلاو فيها، وداروا لها واحد الكونطرا، ودارت الوريقات ديالها، وعاشت مريضه نفسانيا الى يومنا هذا. هي اللي عاودت القصه فاطمه الزهراء. واكثر من هذا الشيء، ملي كتنعس هاد الجهه اليمنيه كامله طاحت لها الشعر بصفه نهائيه، تحيد لها من الجهه اليمنيه. كتقول والله اعلم، هي ملي سمعت فاطمه الزهراء والابن ديالها حرقوا من المغرب، ما بقاوش معها، قالت لها كما شوقتني في الابن ديالي، والله لا كانت لها، والله لا خليتها فيها. كتقول الله اعلم بعلم الله، واش الام ديال الاخ سعيد هي اللي سحرتها وعايشه الحياه ديالها عذاب في عذاب، مسكينه. 12 عام الزوج ديالها ملي غايب، ما بانش بصفه نهائيه واش مات ولا ما ماتش، والفرضيه كترجح بانه توفى 100%. هي ما هي صحيحه، ما هي مريضه، دائما كطيح الشعر كامله الجهه اليمنيه، طاح لها، مسكينه مريضه بصفه نهائيه. فيما مشات لشي خدمه كتخدم ديك الساعه 2 ساعات كطيح لهم، عايشه واحد الحاله يرثى لها. نسال الله لها سبحانه عز وجل الشفاء العاجل، ونسال الله الرحمه والمغفره لجميع الموتى اللي ماتوا في الحريق. وهنايا الاخوان الكرام، كانت هذه النهايه ديال القصه. راه الانسان دائما ما يتزوج حتى يكون مستطاع للزواج، والام دائما العروسه خصها تحسبها كالام ديالها، وكذلك العجوزه خصها تحسب ديك العروسه فحال البنت ديالها، واللي تبغيه لبنها وتبغيه العروسه ديالها.
وكتبغيه كذلك لبنتها. هذا هو الزواج الحقيقي، وهذا هي الأسر المسلمة. ونتمنى أن الفيديو الإخوان الكرام ينال الإعجاب ديالكم. جينا إلى نهاية هذه الحلقة، كنتمنى أنه اللي يوصل لهذا المقطع هذا يدير اشتراك ويدير شي لايك وشي كومنتير محفز باش نكملوا ان شاء الله في هذه الحكايات ديال احكي لي مع محمد في هذه القناه المتواضعه. نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، ونتمنى لكم ان شاء الله المسيره موفقه كذلك انتم في الحياه ديالكم الخاصه او الحياه ديالكم الزوجيه اللي مزوج. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى حلقه اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.